اوكي، انا مدمن. انا بجد ايه هو الادمان؟ انك تفضل تعمل فعل معين بشكل مستمر رغم انك عارف انه بيضرك، بيستهلك نفسيا عقليا او ايا كان نوع الضرر. انت بتبقاش مبسوط وانت بتعمل الفعل ده، ورغم كده بتفضل مستمر في انك تعمله. والادمان اللي عندي مش عندي لوحدي، دي مشكلة جيل كامل. For me, each day begins with my cell phone and also ends with my cell phone. J'ai un souci avec mon smartphone. Non, il est génial, hein. Durante los últimos meses había estado teniendo un gran problema. Utilizaba mi celular demasiado. فعلا وصلت لمرحلة مدمن جوال، استخدام اليومي 11 ساعة، 12 13 ساعة، فأنا تقريبا طول الوقت متصل. احنا مدمنين الشيء ده، ما اقدرش اقول لكم في كام مرة حاولت فيها ان ابطل ادمنه، وفي كل مرة بينتهي بيها المطاف باني بدمنه اكتر من الاول. كام مرة قررت ما استخدموش وعملت كل الحاجات الممكنة وفشلت ورجعت تاني. الموضوع مش بسيط، ايدي بتاكلني، عايزاه معاها طول الوقت. ما بقدرش اركز في اي حاجة نص ساعة غير والاقي ايدي مرة واحدة رايحة وبتاخدني ناحيته، وافضل ماسكه في ايدي وعمال اضيع في وقتي وفي ايامي. والايام والوقت ده اصلا المفروض ان هو ما يقدرش باي ثمن. ساعات بتمر وانا ماسكه عمال بس اسكرول وعمال يدخل في دماغي معطيات انا في غنى كبير قوي عن انها تبقى جوه دماغي اساسا. بتشوشني جدا وبتخلي ذهني مش صافي. انا عايز اوريكم الايام دي السكرين تايم عندي عامل ازاي. 11 ساعة، 9 ساعات ونص، 10 ساعات. طبعا مش على طول ال10 ساعات او ال12 او الكلام ده بيبقوا بس رايحين على السوشيال ميديا، ساعات بيبقوا رايحين على حاجات تانية، ولكن الوضع مش عاجبني. في بعض الايام اللي بيبقى فيها شغف، والايام دي بيبقى فيها الاستخدام قليل قوي، يعني قدامي 5 ساعات وحاجات كده. اي نعم ال5 ساعات بس منهم ساعة ونص سوشيال ميديا، ولكن برضو ستيل مش مرضي. المشكلة بدأت امتى؟ زمان كنت بعيش فترة سيئة وصل بيها الحال في بعض الايام ان الموبايل يبقى تم استخدامه 18 ساعة في اليوم، يعني حرفيا من ساعة ما صحيت لحد ما نمت وانا ماسك الموبايل، لانه كان الملجأ الوحيد بالنسبة لي، وكنت بمر بفترة سيئة. بعد ما الفترة دي خلصت وابتديت اطلع منها، ابتدى الموضوع يقل واحدة واحدة، ولكن ما قدرتش ابدا ارجع زي الاول. وبقى وجود السوشيال ميديا ووجود الموبايل والساعات اللي بتروح كل يوم جزء اساسي من يومي، ودي حاجة مش عجباني. الوضع بقى احسن، قررت اني اقلل من الاستخدام. قعدت ادور على طرق تخليني ابطل الاستخدام الاوفر ده، وفعلا واحدة واحدة ابتديت ابطل، وبعدين فجأة اقوم راجع تاني واسوأ من الاول. الموضوع بايخ لدرجة ان لما كتبت تويتة بقول فيها اني بعاني من ادمان الشيء ده، حد عمل لي كومنت وانا رديت عليه بقول له ملاحظة، انا ماسح تويتر وبرد عليك دلوقتي من على جوجل كروم، وانا المفروض ورايا تصوير اللي هو تصوير الفيديو ده. رد عليا قال لي اخوك زيك بيكلمك من سفاري وسايب المذاكره، احنا الاثنين ماسحين تويتر ورغم كده داخلين عليه من المتصفح وبنضيع وقتنا واحنا ورانا حاجات المفروض تخلص. ده ليه؟ ببساطه لاننا مدمنين. انا في يومي العادي علشان اعرف اشتغل لازم اول ما اقوم من النوم ادخل الحمام اعمل لي كوبايه القهوه الجميله، والموبايل يتقفل ويترمي في الدولاب في اوضه الوالد، علشان اصعب على نفسي قدر الامكان الوصول لي. انا لسه هقوم وادخل الاوضه التانية وافتح الدولاب واشيل الهدوم من تحت واجيبه وافتحه، علشان بس اعرف اقعد مركز في الحاجه اللي بعملها من غير ما افكر في اني اروح. والايام اللي بقول فيها يا عمي سيبك وعادي يعني انت قدها وتقدر وبتاع، استحاله بقدها، استحاله. طول ما هو موجود قدامي انا ما بقدرش اشتغل. وعلشان كل الكلام ده فانا قررته بشكل سريع جدا وضروري اني ابطل استخدم، وعايزكم تشاركوني في الموضوع ده. اول خطوات في حل اي مشكله هي الاعتراف بوجودها. خلينا نعترف ان عندنا مشكله وخلينا نحاول نحلها مع بعض. عايزكم تشاركوا في التحدي ده وتكونوا جزء من الفيديوهات اللي هتتعمل عنه، وده هو املي الاخير ومحاولتي رقم 100 في اني ابطل اللي بيحصل. بحاول اني اصعبها على نفسي على قد ما اقدر واخليني قدامكم، انتوا تساعدوني وانا اساعدكم. والتحدي هو عدم استخدام السوشيال ميديا او الموبايل لمدة 45 يوم لحد نهاية السنة. مش بشكل نهائي اكيد، ولكن هنحط قواعد لاستخدامه وهنساعد بعض على ده، وهنظبط طرق تخلينا نعيش حياة حقيقية ونقدر ننتج اكتر ونملى الوقت اللي هيفضل من عدم استخدام الموبايل ده بالحاجات اللي نفسنا نعملها من زمان. واصل ما فيش وقت، وحتى لو هتبقى حاجة ترفيهية فعلى الأقل تبقى حاجة ترفيهية تضيف لنا مش تستهلكنا. استنوا فيديو تاني الأسبوع ده هوضح فيه القواعد والموضوع هيمشي ازاي عشان يبقى قابل لأنه يتحقق. يعني مثلا مش 100% مش هستخدم الموبايل في أوقات زي دي وأنا بصور، هستخدمه عشان أصور كادر ثانوي زي ده. هيبقى فيه يوم في الأسبوع أقدر استخدمه فيه براحتي. هنختار بالظبط إيه اللي هنملى بيه وقتنا، هنظبط جدولنا وهنتابع مع بعض الموضوع وهنزق بعض، وده اللي هيبقى متاح بالنسبة لي.
في اغلب الاوقات يعني. ولكن لحد ما الموضوع يتظبط، فلو حابب تشارك معانا في التجربه دي، وحتى لو ما نجحتش وقعدت فتره صغيره من ال 45 يوم دول، خلينا نشوف هتطلع بايه منه، وخلينا كلنا نتعلم من بعضنا. لو حابب تكون جزء من التحدي ده وتشارك فيه، اكتب لي كومنت تحت، حط فيه يوزر الانستجرام بتاعك، او ابعت لي مسج على الانستجرام، هتلاقي الروابط كلها في الديسكريبشن. وبس كده، استنوا فيديو الاسبوع ده عشان تعرفوا القواعد والموضوع هيمشي ازاي. وانا اعتقد ان عشان اركز على انتاجي واكون البني ادم اللي نفسي اكونه، فلازم اخليني انا المتحكم في ده، مش هو المتحكم فيا. انا اللي حدد، انا وبس. وعشان اعمل ده فانا محتاج مساعدتكم، فساعدوني وشكرا.